السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النادي الأهلي يتعادل مع حرس الحدود في ليلة الاحتفال بالدوري العام رقم 43 في تاريخ النادي الأهلي. والنهاردة شفنا إمام عاشور كان في المدرجات واحتفل مع النادي الأهلي النهاردة بلقب الدوري العام. يعني إمام عاشور اهوت النهاردة كان امبارح في التصوير، النهاردة بياخد أول بطولة مع النادي الأهلي من غير ما يلعب وهو لسه في المدرجات. فببارك لإمام عاشور على انضمامه للنادي الأهلي و... وأول بطولة يعني ياخدها مع النادي الأهلي وهو لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولسه من غير ما يلعب ولا يعمل أي حاجة. النادي الأهلي النهاردة طبعا زي ما احنا شفنا تعادل 1-1 مع حرس الحدود. الهدف الأول جابه كهربا، والهدف التاني جابه خالد عبد الفتاح مدافع النادي الأهلي، جاب هدف يعني بنيران صديقة في مرماه. والنهاردة شفنا برضو أحمد عبد القادر، النهاردة معرفش هو كان نازل بيلعب معانا ولا علينا، نزل ما عملش أي حاجة خالص في المباراة. يعني أتمنى إن أحمد عبد القادر يرجع لمستواه اللي احنا عارفينه عنه، وإن شاء الله يعني يجتهد ويحاول إن هو يظبط أموره الماتشات الجاية إن شاء الله، لأن أحمد عبد القادر من اللعيبة القوية جدا. وبكده النادي الأهلي النهاردة الموسم ده يبقى خد 5 بطولات، 2 سوبر مصري وواحد دوري وبطولة أفريقيا وكأس مصر. فكده 5 بطولات مع النادي الأهلي، وإن شاء الله عقبال السوبر الأفريقي اللي هيكون مع فرقة اتحاد العاصمة. كده يبقى 6 بطولات إن شاء الله هيكونوا مع النادي الأهلي. وربنا يسهل والنادي الاهلي ان شاء الله يشرفنا في الماتش الجاي ده، وبكده الاهلي يبقى كنس كل البطولات وخد الاخضر واليابس، وما سابش اي بطولة الا وشارك فيها وخدها بسم الله ما شاء الله. النادي الاهلي اي بطولة بيشارك فيها بياخدها، ما عدا طبعا يعني بطولة كأس العالم للأندية، إن أنا شايفها إن مستحيل أي فريق إفريقي إن هو ياخد البطولة دي، لأنها بطولة صعبة جدا جدا جدا. وطبعا أحب أقول للكابتن أسامة حسن وخالد الغندور والكابتن ميدو والناس هزازين الرؤوس بتوع نادي الزمالك، احب اقول لهم ان امام عاشور اهلاوي اهون. هما كانوا طبعا بيقولوا مفيش امام عاشور خلاص مش هيروح النادي الاهلي، واسامه حسن كان طالع يقول لك ادفع مش عارف ملايين ايه وادفع كام مليون، وطبعا عمال كل شويه بيقعد يقول اي كلام واي حاجه. كده بقى يبقى مفضلش غير الا فتوح. حاسه كده ان هو على اعتاب النادي الاهلي، معرفش ليه دايما عندي احساس ان فتوح هشوفه في النادي الاهلي قريب جدا. وممكن يبقى بعده بقى زيزو وتبقى كده يعني الدنيا كملت في النادي الاهلي، وتبقى يعني خلاص كده نادي الزمالك ما عادش فيه اي لعيبه خالص. ف بتمنى ان نادي الزمالك يعني ان هو يعني يحاول يحافظ على لعيبته ويقوي خط الدفاع وخط الوسط وخط الهجوم ويدعم صفوفه، عشان خاطر البطولة العربية اللي جاية ديت نادي الزمالك هيلعبها في آخر الشهر اللي احنا فيه دون. لازم طبعا نادي الزمالك يدعم صفوفه من أول خط الدفاع لحد خط الهجوم. يعني الزمالك محتاج كام لاعب؟ يعني الزمالك محتاج حوالي 10-15 لاعب، لازم الفرقة دي كلها تتغربل ويجيب من 10-15 لاعب من أول خط الدفاع لحد الهجوم. وممكن حارس المرمى كمان عايز له حارس مرمى قوي جدا، فعشان يقدر ينافس على بطولة الدوري العام السنة الجاية والكونفدرالية وكل البطولات اللي نادي الزمالك هيشارك فيها. فالزمالك محتاج لعيبة جامدة جدا 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 عشان تقدر تنافس على أي بطولة. والنهاردة شفنا هتافات من جماهير النادي الأهلي اللي قالت عندنا إمام عندنا كهربا، أحلى هدية من مرتضى. عندنا إمام عندنا كهربا أحلى هدية من مرتضى. دي كانت هتافات جماهير النادي الأهلي النهاردة. طبعا الهتافات ديت بسبب إن الناس كلها عمالة تقول على مبادئ النادي الأهلي وتتكلم عن مبادئ والكلام من ده. فالجماهير طبعا فاهمة كل حاجة، حتى لو هي مش راضية فهي الجماهير يعني ايه يعني. والنادي الأهلي ممكن حتى يكون واخد إمام عاشور عند، لأن النادي الأهلي بإمام عاشور أو من غير إمام عاشور واخد بطولات اهي زي ما احنا شايفين، وبإذن الله هياخد بطولات برضو بعد كده.
فهو امام عاشور يعني مش فارق قوي مع النادي الاهلي، لكن ممكن يكون النادي الاهلي واخده كعند او حاجه زي كده يعني، مع ان هو برضه هيكون اضافه قويه وهيكون بديل لحمدي فتحي. فبالتوفيق للجميع، وبكده تبقى انتهت الحلقة بتاعتنا. أتمنى لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.